أهلا بيكم يا أولادي، من أرض النيل اللي بيجري في عروقها الخير، ومن شمس مصر اللي بتشرق على المعابد الذهبية، من قلب الحكمة الفرعونية اللي ورثناها عن الملكات والمعلمات الكبار. جايبة لكم كلمات مش مكتوبة بس على الجدران، دي محفورة في روح مصر. اسمعوها بقلبكم، يمكن كلمة النهاردة تهديكم في بكرة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم دايما حكايتنا وحكمتنا. أعمل الخير حتى لو تعبت، حتى لو الناس ما قدروش معروفك. الخير زي الزرعة، يمكن تتأخر، لكن يوم ما تطرح هتطرح عند اللي يستاهل. القلوب الطيبة ما تتعبش، لأنها بتاخد أجرها من السماء مش من الناس. دي حكمة كتبها المصري القديم وفضلت حية لحد النهاردة. كاتب ملكي من عصر الدولة الحديثة، ينسب إليه ما يعرف ببردية آني، واحدة من أشهر نسخ كتاب الموتى المصري القديم. هذه البردية ليست مجرد طقوس جنائزية، بل مليئة بالتعاليم الأخلاقية والحكم التي كانت تعلم للناس كي يعيشوا حياة شريفة وأمينة، فيها رحمة وعدل. خلفية عن الحكمة. الحكمة دي كانت بمثابة رسالة أمل وتثبيت لأصحاب القلوب الطيبة. المصري القديم آمن إن الخير لا يضيع، وإن الإله معت، إلهة الحق والعدل، بتوازن كل شيء. حتى لو الخير مش بيرجع من نفس الشخص، فهو بيرجع من الحياة أو من السماء.